جوه قصر المنتزه، وانا يؤسفني ان انا اقول قصر المنتزه لان انا شايفاه صرح عظيم. جوه قصور كتيره، اصل في الحرام لك والسلام لك وقصر للشاي. وجوه قصر الشاي بالتحديد في حكايه انا هحكيها لكم عن 4 ستات على شكل تماثيل. انا متاكده انكم ما تعرفوش انهم مش تماثيل. ممر القصر الشاي والقصر الزغنون ده كان الملك فاروق بيحب يروح يشرب الشاي فيه عشان يشوف الغروب. وكمان جوه القصر الزغنون ده مرسى كبير ليخت كان اسمه المحروسه، كان بيلف بيه العالم. حكايتنا بقى النهارده على الاربع نافورات دول اللي محدش كتير واخد باله منهم وهم اصلا يرمزوا لايه. هتقولوا لي مش شايفين نافورات، هقول لكم ال4 ستات اللي واقفين قدامكم دول هم النافورات. كل نافوره فيهم بقى بترمز لفصل من فصول السنه. نافوره الربيع كان حواليها ورد مفتح وبتنزل منها الميه زي نسمه الهواء. ونافوره الصيف كانت بتنزل الميه قويه وسريعه لدرجه انها زي ما تكون شمس بتغلي في ميه البحر. نافوره الشتاء كان بينزل منها ميه بارده نازله بهدوء كانها مطر بيغسل الدنيا. نافوره الخريف كان بينزل منها ميه خفيفه جدا كأن شجر بيودع اوراق. بيقولوا الملك فاروق لما كان بيكون متضايق بيلف حوالين النافورات دي ويتأمل كل فصل فيهم ويفتكر دايما زي ما فصول السنة بتتغير الأحوال دايما بتتغير، وإن حتى بعد أصعب الفصول بتيجي بعدها أيام دافية.